السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك أوراق فراخ ولا تحمريها ولا تسلقيها، اعمليها بشكل مختلف واحشيها رز وعلى الفرن على طول، هتطلع معاكي مستوية وزي الزبدة. هنعمل مع بعض النهاردة الحمام الكذاب من غير سلق ولا فويل ولا ستريتش ولا ورق زبدة ولا أي خطوات كتير، واستحالة هيفك معاكي وهيطلع معاكي زي الفل. متنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعارات القناة. هنسمي الله ونصلي على رسول، وهنبدأ الأول في تحضير التتبيلة بتاعت الفراخ المخلية بتاعتنا. هنجيب بصلتين كبار وهنبشرهم ناعم، وهنجيب بقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة وتوم باودر وبصل باودر، وهنضيفه على البصل المبشور بتاعنا. وبعد كده هنعصر عليه نص ليمونة، وهنضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل، وبعدين هننزل عليهم بشوية كويسين من الصويا صوص. لو مش متوفر معاكي مش مشكلة، مش هتفرق كتير، بس الصويا صوص بيدي كده مزازة وطعم للتتبيلة بتاعتنا، بيفرق كتير في طعم الفراخ اللي معاه. وبعد كده هندعك بقى كويس البصل مع التوابل. مش هينفع طبعا المعلقة، لازم تدعكي البصل بايديكي مع التوابل عشان ينزل المية اللي جواه وتندمج كويس قوي مع التوابل اللي معانا. وبعد كده هنجيب بقى الاوراق بتاعتنا، وطبعا انا عاملة فيديو مخصوص لان ازاي تخلي اوراق الفراخ، وهنحطه لكم فوق في حرف الاي عشان اللي يحب يتفرج عليه. وهندعك بقى اوراق الفراخ المخلية بتاعتنا بالتتبيلة ديت عشان تدخل جوه انسجة الفراخ كويس قوي. طيب انت لو مستعجلة هتستعملي الفراخ وتحشيها على طول، انما لو مجهزاها طبعا قبلها بيوم هيكون افضل. واقصاها خالص ممكن تحطي الفراخ ساعة في التلاجة عشان تشرب التتبيلة بتاعتك. خلصت الكمية كلها اللي معايا وتبلتها كويس جدا واخدتها على التلاجة، حطيتها بقى شوية في التلاجة عقبال ما احضر الخلطة بتاعتي بتاعت الرز. طبعا خلطة الرز يا اما استعمل فيها الرز المصري او الرز البسمتي، بس طبعا الرز المصري بيبقى طعمه تحفة جدا في الحمام الكداب، ويفضل ان يكون رز مصري، بس لو استعملتي الرز بسمتي مش هيبقى فيها اي مشكلة. هنجيب بقى طاسة كبيرة ونسخنها على النار، وهنكون محضرين 3 أو 4 كبد من الفراخ. لو عايزة تزودي عادي جدا، بس أقصاها يعني أقل حاجة 3 أو 4 كبد. وهنقطعهم صغير، طبعا يكونوا مغسولين كويس جدا بالملح والخل والليمون عشان ريحة الزفارة. وهنكون طبعا مسخنين الطاسة ونديهم صدمة عشان ما ينزلوش أي سوائل. طب فرضا حسيتي ان في سوائل في الطاسة بتاعتك، مفيش اي مشكلة، هتسيبيها لما تنشف خالص وتحسي ان الكبدة كده دخلت على اللون البني، يبقى كده الكبدة بتاعتنا تمام. ننزل عليها بقى بالجزء اللي فاضل من البصل اللي احنا كنا بشرينه زي ما احنا شايفين كده. وهنقلب بقى تقليبة كويسة لحد البصل كله ما يتقلب على الكبدة اللي معايا، وهناخده كده تشويحة كده بسيطة لحد ما ياخد من لون الكبدة. وبعد كده هننزل بقى بالتوابل ملح وفلفل وبهارات لحمة، وهنقلبهم بقى على النار كده لحد ما نحس ان البصل لونه اصفر كده وداخل على السوا. ونكون بقى مجهزين الرز وغسلينه كويس جدا ومصفيينه من المية. طب كمية الرز اللي انا هستخدمها ايه؟ انا هنا معايا 6 اوراق متوسطين، استخدمت حوالي كوباية ونص من الرز، وقلبتها بقى على الخليط اللي معايا والنار شغالة. اشوح الكبدة مع الرز شوية كده على النار لحد الرز بتاعي ما يمتص الصوص بتاع الكبدة، زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة ديت، لغاية ما احس كده ان الرز سخن معايا. هنزل بحوالي معلقة صغيرة من القرفة. الخلطة دي بالذات يا بنات تحب القرفة جدا، وبتعمل ريحة كده ونكهة ممتازة مع الخلطة بتاعت الحمام. وهقلب بقى القرفة كويس جدا مع الرز بتاعي، وبعد كده هنزل بقى بكوبايتين من المية. انا مش عايزة الرز ياخد ميته كفاية عشان انا مش محتاجاه يستوي كويس قوي، انا عايزاه 3/4 سوا بس، عشان هيكمل طبعا سواه جوه اوراق الفراخ. وهقلب بقى كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هغطيه واسيبه لحد ما يستوي ويتشرب المية بتاعته. سبته حوالي ربع ساعة على البوتاجاز لحد ما المية اتشربت بقى الرز، وحسيت ان الرزاية استوت كده من بره بس فيها لسه تكة صغيرة من جوه. كده تمام، وهتكمل بقى سواها جوه الحمام الكداب بتاعي. طيب انا حضرت بقى الرز. التركة بقى اللي هتخلي طعم الخلطة بتاعك تحفة جدا وطعمه ملوش وصف، هتجيبي معلقتين كبار من الشبت المغسول والمنقوع والمتخرط رفيع جدا، وتلخبطيهم كويس مع الرز.
هيبقى طعمه تحفة. ولما تجربيها بالعود الشبت ده المتخرط مع الخلطة هتدعي لي فعلا إن شاء الله. لو كنتي وصلتي بقى معايا لحد هنا انزلي على طول اعملي لايك للفيديو، اوعي تنسي. هنجيب بقى ورك الفراخ اللي معايا المتبل كويس قوي وهنفرده كده في طبق زي ما احنا شايفين، وهنحط الخلطة نوصلها لحد بوز الورك من فوق زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. وهنكون محضرة جنبي خلة الأسنان، وهلم بقى الجلد من فوق ومن تحت ومن الشمال ومن اليمين لحد ما يتلم معايا زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. تلمي كل الجلد المفتح ده لحد ما تقفلي الورك كله، ودخلي الرز اللي بيطلع منك ده وما تخافيش ابدا لانه كده كده الرز مستوي، يا دوبك فاضل له تكه صغيره ويكمل سواه. طيب اللي ما عندوش خلة أسنان أو مش متوفرة عندك ساعة ما كنتي بتعملي الوصفة، ممكن تجيبي خيط تخين وتلمي الجلد على بعضه وتلفي الورك كويس جدا لحد ما كل الجلد يتلم على بعضه والرز معاكي يتدارى. يعني ده برضو حل مناسب لو ما عندكيش خلة أسنان. ولو مش عارفة تلمي بالخيط هاتي إبرة وفتلة، الإبرة تكون نظيفة وأول استعمال. هتخيطي بقى الجلد داير ما يدور من جميع النواحي لحد ما يتقفل معاكي، ودي برضو طريقة سهلة جدا وهتطلع لك نفس النتيجة. شايفين الشكل طلع معايا في الآخر؟ طلع ما شاء الله جميل جدا وشكل الحمام بالظبط زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وغير كده هيبان أكتر بقى بعد السوا إن شاء الله. هلم كده على جنب واحط أول قطعة، وهشتغل بقى في قطعة كمان عشان نأكد الفكرة معاكي. هناخد الرز برضو بكمية كبيرة ومتخافيش انك تحطي شوية لانه مش هيزيد اكتر من كده، فاضله سنة صغيرة. وهنلم برضو زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. اول واحد بس هو اللي هياخد منك وقت شوية لان ممكن يكون اول تجربة بتبقى صعبة شوية. بعد كده الورك التاني هتلاقيه بيتلف معاكي بمنتهى السهولة. وما تقلقيش خالص من خلة الأسنان، بعد السوا هتلاقيها بتطلع بكل بساطة. هتنزعيها كده من كل القطع اللي معاكي وهترميها، مش هتسبب لك أي مشكلة. وكمان الخشب احنا عارفين ملهوش أي تفاعل مع المواد الغذائية، يعني مفيش منه أي ضرر. قد ايه انك لما بتغيري وبتعملي حاجة مختلفة كمان بتبسطي ولادك وبتغيري من روتين الأكلات التقليدية. وبكده خلصنا حشو الكمية كلها اللي معانا، وزي ما احنا شايفين خلة الأسنان ما تقلقيش إنها باينة في الآخر خالص، كلها هتتشال بمنتهى السهولة. ما شاء الله طلعت الكمية اللي معانا زي ما احنا شايفين كده مظبوطة. طيب هنعمل ايه بقى بعد ما حشينا وخلصنا حشو؟ أنا هجيب بقى قارب كبير سواء بقى بايركس أو صينية تيفال أو ألمونيوم زي ما هو متوفر عندك، وهترصي الأوراق بتاعتك أو الحمام الكداب في الصينية بتاعتك زي ما احنا شايفين كده بالطريقة دي جنب بعض كده. وهنجيب الجزء اللي فاضل من التتبيلة مش هنرميه، وهدلك بيه الأوراق الفراخ أو الحمام الكداب بتاعي كله كده داير ما يدور في الصينية، لأنه هيدي طعم للجلد من فوق وللكفر الخارجي بتاع الحمام الكداب تحفة جدا. فهخلص بقى الكمية اللي فاضلة عندي من التتبيلة ديت على وش الحمام الكداب في الصينية كلها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هجيب قطعة من ورق الفويل وهغطي بيها الصينية كلها بالشكل ده كده، وعلى فرن درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة بس مش أكتر من كده. وزي ما احنا شايفين هتطلع بالشكل ده كده تحفة جدا وريحتها مالية المطبخ رهيبة. طب هي خلصت كده؟ لا لسه فاضل خطوة واحدة بس كمان. هاخد من الصوص اللي نزل تحت في الصينية ده وهدهن الكفر الخارجي للحمام الكداب زي ما احنا شايفين كده بالفرشة، علشان الكفر الخارجي ياخد من الصوص اللي نزل من الفراخ. وفي بقى خطوة اختيارية بعد كده، هجيب معلقة كبيرة من الصلصة على معلقة بهارات فراخ أو بهارات لحمة وعليهم معلقة من الصويا صوص، هدهن بيها الطبقة الخارجية زي ما احنا شايفين كده بالفرشة واحدة واحدة كده لغاية ما اغطي كل الأوراق اللي معايا علشان تاخد اللون البني الفاتح بتاع التحمير زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة واحدة واحدة كده لحد ما نغطي كل أوراق الحمام الكداب اللي معايا وتاخد اللون ده. طيب لو مش عايزة بقى تعملي الخطوة ديت هتطلعي بقى الأوراق الحمام الكداب وتطلعي خلة الأسنان واحدة واحدة كده هتطلع معاكي بمنتهى السهولة، وهتحمريها بقى في حتة سمنة أو حتة زبدة على الطاسة وتاخد بقى على كل جنب كده دقيقتين لحد ما تتحمر.
أنا كده خلاص غطيتها كلها بالخلطة اللي معايا، وهادخّلها على الفرن تحت الشواية لمدة ربع ساعة، عشان تاخد معايا في الآخر اللون اللي أنتم شايفينه ده. طعمها وريحتها هايلة جدًا، لو جربتوها مش هتعملوها غير بالطريقة دي. شايفين طلع شكله إيه في منتهى الجمال بخطوات بسيطة جدًا من غير سلق ولا بهدلة ولا كذا خطوة كتير أنتِ في غنى عنها، وبكده تبقي عملتِ الفراخ بشكل مختلف وبطعم مختلف، وغيّرتِ كمان طريقة الفراخ عن السلق والتحمير والشوي بوصفة مختلفة هتعجب ولادِك إن شاء الله. إن شاء الله تجربيها وتطبّقيها وتكتبي لي في التعليقات رأيِك فيها. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوها وتطبقوها إن شاء الله بنفس الخطوات البسيطة ديت. واللي عجبته الوصفة واستفاد منها ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتعليق جميل رقيق منكم. وبرحب جدا بكل المشتركين اللي جم على الفيديوهات اللي فاتت، نورتوني طبعا يا حبايبي وأهلا بيكم. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.